لو لفيتوا العالم كله شرقها وغربها مش هتلاقوا احلى من اكلنا المصري الاصيل الحلو ده. ايه ده عدس؟ ايوه الله وحشني قوي. وعامله لك حاجه تانية كمان بتحبيها، يا ترى هي ايه؟ حاجه اورينتال برضو، حاجه كده شعبنا المصري الاصيل بيحبها. طشه التوم بالخل يا باشا. هاتي لسه هنسال. ناوليني يا بنتي، ناوليني كيس العيش. هاتي يا بنتي هاتي، ده حاجه مستفزه، انا ما شفتش كده، انا ما شفتش كده. ناخد بقى حته مسقعه كده بقرن الفلفل السبايسي ده. يا سلام. يا الله بجد مسقعه وهميه وهميه. لا 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 مش كده، مش طبيعيه بجد. نشوف بقى العدس ده كده والفته الحلوه دي. بصوا بقى، انا معلش يعني الشتاء بدأ عندي بدري شويتين، بس فعلا الاكل يا جماعه فظيع. فتة العدس دي اما كانت تبقى ادمان بالنسبه لك ما بقاش انا نهله. ولا المسقعه، بصوا انا عامله العدس بثلاث طرق، محبي الشعريه ومحبي طشه البصل ومحبي الشوربه الفته. المهم يلا نبتدي على طول نحضر مع بعض زي ما اتعودنا كل الاكل الجميل بتاعنا. بس عايزاكم تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. دلوقتي انا بحضر معاكم الاكل. جبت المبشره، جبت قد 5 6 طماطميات كبار كده حلوين، بشرت الطماطم. بعد كده انا بجيب ليه تقطيع الفلفل، انا عايزاه مدور كده، ركزوا بس معايا شويه في التقطيع. عايزه الفلفل مدور، عايزه البتنجان يتقطع زي ما انتم شايفين كده بالطول وبعدين بالعرض علشان يبقى كارو، عشان بيبقى شكله شيك جدا في المسقعه وهو بالطريقه دي. وعايزه كمان البطاطس تتقطع بنفس طريقه المسقعه برده كارو. يعني في ناس بيحبوا يقطعوها بطرق تانية او في ناس ما بيحطوش بطاطس خالص، بس بجد هي الطريقه دي طعمه وحلوه وهتتنسف اول ما هتعمليها. احنا قلنا بقى ايه، مش كفايه بقى يعني كده لحمه وفراخ كل يوم، عشان يعني ايه الناس كلت وشي، فقلت ايه يلا نديها يوم اورينتال. دلوقتي انا حمرت البتنجان، ما بحبش اغمقه عن كده، يعني كده لونه حلو جدا. والبطاطس شرحه برده هنديها لون جميل كده، ولما تبقى كريسبي كده يبقى كده خلصنا. حمرنا البتنجان وحمرنا البطاطس، وانا بحب اشيل العنق بتاع الفلفل وبعدين انغزه كده وتحمريه بس دقيقه واحده بس، مش لازم يغمق علشان ما يبقاش متحروق معاكي، واوريدي كده كده الزيت مقدوح. كل الكلام ده يا جماعه ما بياخدش وقت تماما، في السريع المريع كده. المهم يعني نجيب بقى طاسه ونحط فيها 3 معالق زيت، ونحط فيها معلقه من الثوم، ونحط فيها معلقه من هريسه الشطه، فلفل سبايسي، واللي ما بيحبوش يحط قرن فلفل رومي احمر بيدي لون وطعم جميل. وكمان ادي الفلفل اهو اللي قلت لكم عليه، خرطوه مدور بيدي شكل جميل. شوحته لغايه ما طلع ريحته مع الثوم والزيت، وبعدين نزلت بمعلقتين صلصه كبار، واخدت نص الطماطم المبشوره بس، وهقول لكم النص التاني نستخدمها في ايه. عشان كده كنت بقول ابشروا قد كيلو طماطم كده، عايزه تبشريها، عايزه تعمليها في الخلاط براحتك. دلوقتي انا بحط على المسقعه، حطيت ملح وحطيت كمون وحطيت شطه لمحبي السبايسي، مش حابه السبايسي براحتك. في ناس بتحب تحط فلفل اسود، انا كمان من الناس دي عادي يعني. دلوقتي بقى انا خلاص لما الطماطم اتسبكت كويس جدا جدا مع الصلصه، نزلت بقى بكل الحاجات اللي انا محمراها دي، وبديها دقيقتين 3 بس تشرب منها. وخلي بالك نسبه الصوص تبقى اكبر من نسبه المسقعه، علشان او يعني البطاطس والبتنجان والفلفل، عشان تلاقوا صوص تغمسوه. وصراحه انا بحبها كده. يلا دلوقتي بقى نعمل الصوص الجميل بتاع فتة العدس. ركزي بقى معايا حلوه كده عشان فعلا هتطلع حلوه جدا. المهم حطيت معلقه من الزيت ونزلت عليها بقرن فلفل كده سبايسي وشوحته، او يا ستي رومي صغير كارو صغير، وبعدين نزلت بمعلقتين صلصه كبار شوحتهم. كل حاجه تطلع ريحتها، تروحي نازله بحوالي طماطميتين 3 بقيه الطماطم اللي بشرناها وتشوحي برده. حطيت ملح وفلفل اسود. انا دلوقتي استنيته لما يتسبك كويس جدا جدا، وعشان بقى نبتدي بقى ايه، حطيته بقى على جنب عشان فتة العدس. نبتدي بقى نعمل العدس نفسه. انا حطيت ميه على النار بتغلي. انا مثلا عملت نص كيلو عدس، دول حوالي 3 كوبايات ميه كبار، 3 مج كبار او 4 كمان. حطيت عليهم بصلايه، جزرايه، طماطمايه مبشوره برده. بصوا الطماطم مبشوره جنبي عشان بحتاجها على طول. معلقه كده من الثوم المفروم، يعني قد معلقه كده يعني معلقه صغيره. وحطيت معلقه سمنه بلدي، لان انا عاده بعمله بشوربه الحمام او باي شوربه عندي. طبعا ما عنديش شوربه، فحطيت معلقه السمنه تديني طعم الشوربه. وحطيت شويه ملح وشويه كمون، وحابه تحطي بابريكا حطي، انا ما حطيتش. وبعد كده انا سايباه بقى على النار بيغلي كده وياخد مع نفسه، ما بياخدش يا جماعه تلت ساعه. وعلى فكره انا نسيت اقول لك ان انا كنت غاسله العدس ونقعاه في ميه 10 دقائق، وبعدين تفضي منه الميه وتشطفيه كويس جدا كده، اظرف بكتير. كده عدى 20 دقيقه تقريبا كان العدس استوى. تضربي بقى بالبلندر او تدخليه الخلاط، بس خلي بالك من الخلاط يكون العدس برد،
البلندر مش مشكله، يعني البلندر مش لازم يبرد. خلاص بقى اتعمل. وعلى فكره انا بس هنا زودته ميه عشان لقيته تقيل شويتين. العدس ده بقى هو الاساس عندي. يعني ايه الاساس؟ يعني انا هعمل منه 3 انواع: عدس بطشه الشعريه، عدس بطشه البصل، عدس هيبقى في صوره شوربه، حابه تاكليه شوربه تشربيه، حابه تعمليه فته زي ما انا هعمله براحتك. اول حاجه دلوقتي انا هبتدي اعمل بطشه الشعريه، وطبعا كميه الشعريه حسب انتوا بتحبوا ايه. يعني مثلا في ناس بيحطوا معلقه شعريه واحده، في معلقتين، في 3، في 4، براحتك. المهم يعني سامعين بقى صوت الطشه دي؟ يا وعدي، يا نهار ابيض. طشيت بقى الشعريه كده عليه، وده اللي بالشعريه. يبقى انا عملت الاساس عندي العدس، وبعدين عملت منه انواع. ادي اول نوع اللي بالشعريه، وبعدين ندخل على النوع الثاني اللي هو بالبصل. برده هحط معلقه سمنه بلدي حلوه كده، وهنزل ببصلايه اخرطها، وهسيبها بقى لغايه لما تاخد كده لون جميل جولد غامق شويه، اللون الذهبي الحلو يعني. على فكره انا حطيت هنا على البصل، حطيت بس ايه، معلقه كده من هريسه الشطه او من الفلفل الرومي الاحمر، بيديها لون حلو مش اكتر يعني. ادي اللي بالبصل، طبعا لمحبي طشه البصل، عشان بس ايه ارضيكم كلكم، محدش يقول لي فين البصل ومحدش يقول لي فين الشعريه. عايزه بقى تحطي البصل على الشعريه، برضو في ناس بتعمل كده، واكيد براحتك. المهم بقى انا دلوقتي بقى عايزه اعمل الطشه بتاعت فته العدس. احنا عملنا صوص الفته، دلوقتي انا بعمل الطشه. حطيت معلقتين سمنه بلدي، حطيت معلقه من الثوم، وحطيت معلقه صغيره من الفلفل الرومي الاحمر سبايسي او رومي عادي بارد مش حامي، براحتك برضو. وبعدين استنيت بقى ايه لما يتحمروا كده شويه، واول ما الثوم طلع ريحته وابتدى يغمق، طشيته بمعلقتين 3 كبار خل. ويا ريت يكون الخل تتاكدي بس ان طعمه خل، عشان مش عارفه الخل اليومين دول مضروب ولا في ايه. حطيت بقى معلقتين 3 زيت كده على النار، وقصيت بالمقص زي ما انتم شايفين كده رغيفين عيش بلدي حلوين. حابه تزودي العيش، حابه تقللي العيش، براحتك، بس تحمريهم لغايه ما يكونوا كريسبي او تدخليهم الفرن. وخلاص كده، ويلا بقى نقدم اكلنا يا حلوين. ايه ده؟ دي فتة عدس؟ ايوه الله وحشني قوي. الحمد لله، عملت حاجه وحشتك اهو. بصي يا ستي، دلوقتي حطينا العيش الكريسبي اهو، نحط شوربه العدس. انا عامله العدس يا سلمى ب3 انواع، وعامله لك حاجه تانية كمان بتحبيها. يا ترى هي ايه؟ حاجه اورينتال برضو، حاجه كده شعبنا المصري الاصيل بيحبها. حطيت الشوربه بتاعت العدس على العيش الكريسبي اهو، وادي الصلصه اللي عملناها كمان اهي. صلصه بقى بالفلفل معموله بطريقه تحفه. حط يا ابني، حط طشه التوم بالخل يا باشا. مين بيحب الطبق ده؟ مين؟ هاتي لسه هنسأل. ده بقى عدس بطشه البصل، ده بقى عدس بالشعريه، وده بقى بقيتي اشطر كتكوت يا سلمى على فكره. كده 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 كده، ده ايه الثقه دي؟ يامي. يلا بقى نقرب كده ونشوف الاكل عن قرب نظامه ايه. فتة العدس دي اما كانت تبقى ادمان بالنسبه لك، ما بقاش انا نهله. وهتشوفي، اعوذ بالله من كلمه انا. ايه دي المسقعه؟ ده احنا دخلنا على المسقعه. لا لا لا، ده شغل جامد وعالي قوي 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 بجد. كان يعني اليوم ده كان من يومين على فكره، كانت الدنيا برد والله العظيم، او مش عارفه الدنيا بتصيف على حظي ليه. المهم بقى ده بقى اللي بطشه البصل. طبعا انا قلت لكم كل واحد حر يعمله بالطريقه اللي تريحه، او ممكن تعملي زي ما انا عملت كده وتقسمي على 3 حلل وكل واحد ياكل اللي بيريحه يعني. ده اللي بالشعريه، ممكن تعملي شعريه بالبصل في نفس الوقت، وممكن تسيبيه شوربه تشربيها، وممكن تعملي فته. وشوفي بقى يا ستي براحتك، جودي زي ما انت عايزه. الكلام ده انا عملته قبل كده، بس عملته تاني عشان وحشني والشتا دخل وبفكركم بيه، وعشان تعملوه تقولوا لي رايكم، عشان في ناس جديده معانا ما شاء الله. احنا وصلنا 1,000,000 فولورز اهو. عايزاكم تعملوا الاكل ده وتقولوا لي رايكم. بحبكم قد الدنيا دي كلها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.